كل ما بتيجي تتعاتب مع حد من اصحابك بتتخانق معاه، تعال احكي لك على 4 حاجات لو عملتهم هتتجنب الخناق والعلاقة هتفضل كويسة. اول حاجة ان احنا بنتجنب ان احنا نقول كلمة انت، ونحاول نبني الكلام للمجهول. يعني مثلا لو واحد اتأخر عليك شوية وانت عايز تعدي، فانت ما تقول له انت اتأخرت عليا وانا كل شوية بستناك، هو غالبا هيرد عليك بهجومية هو كمان لان انت هاجمته في الاول. لكن لما تقول له انا قعدت مستني وانا ما بحبش ان انا افضل مستني، او انا اتضايقت وانا قاعد مستني طول المدة دي، هو في الاخر انت ما هاجمتوش وهو مش هيقدر ان هو يرد الكلام ده بهجوم عليك. تاني نقطة ان احنا بنلخص الكلام اللي احنا عايزين نقوله في الاول، ما بنقعدش نقول تفاصيل كتير في الاول وننسى الموضوع الحقيقي. فلخص اللي انت بتقوله، انا ما بحبش ان اقعد مستني، وبعدين قول اللي انت عايزه في التفاصيل. ساعات احنا بنقعد نقول تفاصيل نتوه الكلام، فاللي قدامنا اصلا ما بيبقاش عارف احنا متضايقين من ايه. تالت نقطة ان انا بتكلم عن مشاعري، ان انا بقول انا اتضايقت، انا زعلت، او انا اتغصت، او المشاعر ما فيهاش صح وغلط، فمحدش يقدر يلومك على المشاعر بتاعتك. رابع نقطة ان انا بتكلم هنا ودلوقتي، انا بتكلم عن الموقف ده اللي ضايقني في الموقف ده، مش بقعد اجيب القديم والجديد اللي حصل زمان علشان اعاتب عليه. يبقى نمرة 1 بتجنب انت، 2 بتكلم على المشاعر بتاعتي، 3 بلخص الكلام في الاول، و4 ان انا بتكلم هنا ودلوقتي.